حاجات لو عرفت عقلك بيشتغل إزاي هتبطل تعملها. أول حاجة إنك تبطل تقعد مع الشكايين اللي دايما بيلوموا أي حد وأي حاجة، المهم إن المشكلة مش عندهم هم. وكمان تبطل تقعد مع اللي بيقللوا منك، اللي دايما بيحاولوا يقنعوك إنك مش هتقدر. عقلك بدون وعي بيقلد اللي حواليك، وكده كده مع الوقت هتبقى نسخة منهم. اتنين، إنك تبطل تتابع الأخبار في بداية اليوم. الأخبار ما بتعتمدش صحافة السلام، الأخبار بتركز على السيء والسلبي لجذب الانتباه، وعقلك بيركز على السلبي أكتر من الإيجابي. علشان كده لو تابعت ده في بداية اليوم بيسوء توقعاتك وبيخلي عندك فقدان أمل ويأس. فبلاش تعمل كده في نفسك، لأن حتى لو حياتك هادية وما فيهاش مشاكل، عقلك هيركز على السلبي وهينتظر المشاكل. عامل الأخبار زي الصيدلية، لما بتحتاج حاجة بتدخل تجيبها، غير كده الباقي كله ما يلزمكش. 3، ما تثقش في عقلك بنسبة 100%. عقلك زي ما قلنا بيركز على السلبي أكتر من الإيجابي. ممكن يركز على كلمة سلبية واحدة وينسى 100 كلمة حلوة، ينسى 100 كلمة مدح و100 كلمة شكر. العقل مصمم علشان ينجيك مش علشان يسعدك، فبيركز على السلبي علشان يخطط ويعرف ينجيك من الحاجة دي. فبلاش تثق فيه ثقة عمياء. أكبر عدو ليك فعلا هو تلقائية عقلك. لما عقلك يقرر يوفر طاقة فيخلق اختصارات ويصدر أحكام، وإنت تصدق إن هو ده الصح. سلام.